هو ازاي اعرف ان دي مشيئة ربنا؟ اهلا بيكم في برنامج كشف الشكوك. في ناس كتير طول الوقت بتسأل اعرف ان اللي بيحصل معايا ده مشيئة ربنا ازاي؟ خليني اقول لك حاجة بسيطة. ربنا اب، والاب بيحب ولاده اكتر من نفسه، مش بيختار ليهم غير الخير، حتى لو الخير ده مش واضح دلوقتي. طالما حياتك ماشية من غير مصايب كبيرة، طالما ربنا سترك وحميك، يبقى انت في حضنه وماشي في سكته. مش شرط كل يوم يبقى فيه مفاجآت ومعجزات، اوقات الهدوء ده بيبقى اكبر بركة. مشيئة ربنا مش دايما بيكون الطريق الجديد او قرار ضخم. اوقات كتيرة مشيئة ربنا انك تكمل بهدوء وتعيش يومك في سلام، وتصلي وتشتغل وتحافظ على قلبك النظيف. هو بيرتب كل حاجة من ورا الكواليس، بيفتح أبواب لو الوقت جه، وبيقفلها لو مش وقتها، وانت عليك بس تمشي وراه وتقول من قلبك لتكن مشيئتك يا رب. صدقني، طول ما انت في حضن ربنا، حتى لو الدنيا شكلها عادي، يبقى انت الدنيا تمام واكتر من تمام كمان. وخليك فاكر دايما، مشيئة ربنا مش بس في القرارات الكبيرة، لكن في كل نفس انت بتاخده وكل نعمة صغيرة حواليك. هو بيحبك حب ملوش شروط، وبيسندك حتى لو انت مش واخد بالك. اطمن، انت غالي قوي عنده، ومش هيسيب ايدك ابدا. كان معاكم ريمون مجدي من برنامج كشف الشكوك، كل يوم حد الساعة 7 على راديو دوجما.